والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصل لك إشعار بيه. يلا بينا كده نبدأ في الفيديو بتاعنا. وزي ما شايفين كده ده المطبخ اللي أنا كنت عاملاه لكم روتين ونضفته معاكم كده بعد ما نقلنا ونزلنا في الشقة اللي تحت. زي ما انتم شايفين خليته فل اهو وبقى على 10/10. زي ما انتم شايفين كده كان لسه البوتاجاز طبعا لسه ما جاش وزي ما انتم شايفين كده ظبطت معاكم التلاجة برضو في الفيديو اللي فات. روحوا شوفوا الفيديو هيعجبكم جدا جدا، لان المطبخ كان متدربك دربكة فوقاني تحتاني. لميت الكراكيب اللي كانت فيه وخليته 10/10. زي ما انتم شايفين ده مقطع من الفيديو اللي فات بوريكم كده عملت ايه في البيت اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده خليت المطبخ فل اهو. طبعا ده كله انا عملته في الفيديو اللي فات. وزي ما انتم شايفين خليت المطبخ بيبرق من النظافة. لميت كل الكركبة اللي كانت فيه وظبطت كل حاجة، ولسه طبعا هنضف معاكم الظرف الداخلية من جوه. نرتبها كده ونظبطها ونعمل كده جولة داخل الظرف من جوه. زي ما انتم شايفين لمعت كده السيراميك من الأرضية، ولمعت طبعا الحوض والرخام وتحت الحوض برضو والتربو اللي تحت الحوض الأزرق ده. وزي ما انتم شايفين الحوض اهو كل حاجة بقت بتلمع، لحد الحنفية خليتها برضو بتلمع اهو يا حبايبي. والغسالة برضو لمعتها وخليت كل حاجة فلة. تعالوا بقت معايا نشوف الروتين بتاعي النهارده ايه، علشان طبعا انا ما عملتلكوش الروتين في غرفة الاطفال. لسه غرفة الاطفال والريسبشن والغرفة اللي بره، القعدة اللي بره اللي هي القعدة العربي. فزي ما انتم شايفين دخلت كده على غرفة الأطفال وقلت طبعا أظبطها معاكم. احنا كنا فرشين فرش كده عشوائي، بس قلت أعمل معاكم بقى الروتين. كنا فرشين فرشة كده ننام عليها عشان طبعا المراتب ما تتبهدلش. فزي ما انتم شايفين هنرتب الدنيا مع بعضينا كده ونشوف الروتين بتاعنا هيمشي ازاي. الفيديو اللي فات كنت عامله لكم روتين في غرفة النوم بتاعتي في الفيديو اللي قبل ده على طول. فتعالوا كده بقى نمشي خطوة خطوة. يعني عملنا روتين في المطبخ وروتين في غرفة النوم بتاعتي، وده بقت روتين في المطبخ. تعالوا بقى نلملم الحاجات دي ألعاب كده بنتي شبطت فيها وجابتها من المحل، فحلمها كده ونظبط الدنيا مع بعضينا. ده نظام مطبخ كده. وبرضو كان جايبة لعبة المكنسة والمساحة والشرشوبة والحاجات دي كلها. دي طبعا بتاعة البحر، فهلملم كل الألعاب ديت والمها على ناحية وأعينهم واتخلص من كل الكراكيب اللي في الغرفة. زي ما انتم شايفين هلم بقى كل الحاجات اللي على السرير، وكنت مطلعة مفرش ازرق كده هفرشه بدل الاصفر ده. وهلم كل حاجة على السرير. طبعا الدواليب لسه مظبطناها ان شاء الله كده. اجيب شماعات واجيب ماسورة كده تتركب علشان الشماعات تركب عليها، واظبط الدولاب معاكم باذن الله. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا اشيل الاكياس اللي كان على المخدات وانفض كده السرير. وطبعا لبست السرير اول ما نزلناه من تحت. دورت طبعا على الكفر بتاع السراير وركبته كده. غسلته طبعا لانه كان متبهدل جدا، غسلته وركبته. وزي ما انتم شايفين فرشت السرير اهو. احلى لحظة ان انتي تغمضي عينك كده تلاقي السرير اتفرش. فزي ما انتم شايفين هعمل السرير التاني، وعلى ما اختي تظبط للسرير التاني لان في الوقت ده كان اختي معايا. على ما اختي طبعا تظبط السرير اكون انا مسحت الشبابيك ومسحت طبعا السراير والدولاب. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي جبت قماشه كده وبلتها شويه ميه وبدات ان انا امسح الشباك. طبعا بدأ ان هو يلمع معايا من بره. وجبت برضو قماشه بغسلها كل شويه، بغسلها وارجع اشطفها تاني امسح برضو الشباك من جوه.
زي ما انتوا شايفين كده بلمع برضو الازاز من جوه ومن بره علشان يديني اضاءة من بره ان هو نظيف، لان لو ما مسحتهوش حلو هيبيني كأنه مغير. فزي ما انتوا شايفين التراب عامل ازاي. المفروض كنت غسلت الشبابيك ديت قبل الفرش ما ينزل، بس اللي حصل قدر الله ما شاء فعل، لان انا جيت لقيتهم منزلين الفرش كله تحت، فما ينفعش ننام كده ويكون البيت متبهدل. انا لا بحب الملم كل حاجه ان شاء الله في يوم واحد، يكون انا ململمه البيت كله في يوم او يومين، ململمه كل حاجه، انصب واعمل كل حاجه وافرش البيت. انما اسيبه بقى واستنى لما حد يجي يساعدني، لا، ما بحبش اتنكل على حد، ما بحبش استنى حد يعني. بحب اعمل كل حاجة بنفسي وبحب انجز كده، مش اللي انا اقول لا فلانة هتيجي تساعدني، لا، بحب اعمل كل حاجة بنفسي كده، ما اتنكلش على حد، يعني ما استناش حد. زي ما انتم شايفين كده، ما تفهمونيش غلط يعني في الكلمة، يعني ان انا مش هستنى حد يجي يعمل لي، لا، اعمل كل حاجة بنفسي. زي ما انتم شايفين كده لمعت طبعا الشباك، وطبعا لمعت طبعا الحديد ده لحد بقى ما تبقى اعمل له تنظيفة كده، واشيل طبعا الازاز واشيل كل حاجة واعملها في الحمام، لان كده طبعا ما ينفعش كده. لازم تبقى اعمله في الحمام، يا اما او ممكن اجيب خرطوم من بره، بس ما ينفعش عشان جنبنا جيران. فزي ما انتم شايفين لمعته بقى وهقفله وارجع بقى المع. طبعا غسلت طبعا القماشه اللي انا ماسكاها، والقماشه ديت قطيفه فبتشيل معايا التراب كله، جميله جدا وبتلمع على طول. شايفين بتشيل بقى اللي في الزوايا واللي في حتايت كده ما تعرفوش، بتبقى التراب مستخبي، والفورمه اللي بتبقى في السرير ديت بتبقى لما معاكي تراب جامد جدا. فبحاول برضو ان انا المه كده، علشان طبعا التراب ده بيعمل طاقة سلبية في البيت. فبجيب كل حاجة معايا متطربة برضو وبمشي عليها كده زي ما انتوا شايفين بالقماشة، وبمشي بقى في جميع الغرفة، في الدولاب، في الكومودينو، في على السرير من فوق، فبظبط الدنيا كلها. طبعا ما بجيبش معاكم جميع الحاجات اللي انا بعملها عشان طبعا الوقت والتصوير. فزي ما انتوا شايفين كده ادي السرير التاني اهو. تعالوا نشوف الغرفة اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده بعد طبعا ما نضفنا وظبطنا ومسحنا السيراميك ومسحت الحيطان، واظن النظافة بتتكلم عن نفسها. زي ما انتوا شايفين دي دفاية كده بنشغلها في الشتاء لما يكون الجو تلج بنشغلها اهو يا بنات. وطبعا الشباك اهو نضف ولمع معايا اهو، والسرير اهو. طبعا مشغلين المروحة عشان طبعا السيراميك ينشف، وطبعا ريحة النظافة بتتكلم عن نفسها. يا ريت كده يكون شمير ريحة النظافة، لان السيراميك بتاعي بيلمع من ريحة النظافة ومن النظافة طبعا، لان غسلته غسلة جميلة جدا. شايفين اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اتمنى لو عجبكم الفيديو تحطوا لي اللايكات الكتير عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس ويتشاف كده ويعمل مشاهدات عالية. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، بعد ما السيراميك ينشف بجيب طبعا السجادة وبحطها بين السراير كده علشان طبعا الاولاد. فزي ما انتوا شايفين كده بطلع طبعا من الغرفة واشوف ورانا ايه تاني، وبجيب طبعا السجادة اهي. زي ما انتوا شايفين كده فرشتها طبعا بين السريرين، وبقفل طبعا الغرفة وبطلع اشوف ورايا ايه. تعالوا كده نطلع ونشوف هنعمل ايه تاني وورانا ايه. كنت في اليوم ده طبعا مظبطة طبعا الحمامات ومخلية الدنيا فلة، لان النقل ده مهما تروقي البيت بيتوسخ تاني، مهما تظبطي في البيت بيتوسخ تاني. لو ما لمتيش البيت كله في يوم هتلاقي الكركبة بتجيلك من هنا بتدخل هنا، بتجيلك من الأوضة ديت تدخل الغرفة ديت. فلازم تلملمي على قد ما تقدري، تلملمي كل حاجة كده مرة واحدة. تعالوا بقى ندخل على الحمام بعد ما ظبطته اهو. غسلت الحمام غسلة عميقة ورتبته كده ونضفته. شايفين السيراميك بيلمع ازاي؟ خليته 10/10. طبعا ده الحمام الداخلي اللي بيوجب على الغرف بتاعتنا والريسبشن. في حمام تاني طبعا في الغرفة الخارجية والصالة اللي بره، او غرفة المعيشة، او خلينا نقول عليها غرفة المجلس. صالة كده
او ريسبشن كده عامل زي المجلس العربي. ففي الصالة ديت بره خالص ليه غرفة وحمام. فتعالوا برضه هوريكم الحمام برضه الخارجي اللي بتاع الضيوف اللي بيوجب على الضيوف. فزي ما انتم شايفين ده الحمام الداخلي، رتبته طبعا ولمعته خليته 10/10 زي ما انتم شايفين. تعالوا كده بقت معايا نشوف الحمام التاني. زي ما انتم شايفين كده ده الحمام اللي في الغرفة الخارجية بتاعة الضيوف. لو جالي ضيف بيبيت في الغرفة ديت ويستخدم الحمام ده، ولو جه ضيوف برضو قاعدين في الريسبشن اللي فيه المجلس بيخشوا الحمام ده. زي ما انتم شايفين كده لمعته وظبطته وخليته يبرق من النظافه. شايفين في فواصل بقى جنب السيراميك كده، حاسه ان هي مفرغه. هجيب طبعا الجبس الابيض واملاها بيه علشان طبعا الميه ما توصلش لقاع البيت من تحت، لارضيه البيت من تحت. زي ما انتم شايفين لمعته كده اهو. وطبعا ركبنا فيه دش وركبنا فيه الحوض والقعده. الحمام ده في البدايه ما كانش فيه غير القعده بس، ما كانش فيه حوض، وسعناه وركبنا طبعا الحوض والدش. زي ما انتم شايفين الشباك فاتح على المنور هو والمطبخ والريسبشن. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو بقى بيبرق. غسلت الحيط وغسلت السيراميك وغسلت الشباك وغسلت القعدة وغسلت كل حاجة. تعالوا كده بقت معايا، قلت بقت اكنس كده برضو اجيب الطرقة كلها بقت كنيس من غرفة الأطفال لجوه بقت الطرقة لحد الباب بتاع المدخل بتاع السلم الداخلي. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ده السلم الداخلي اللي بيطلعني على الشقة اللي كان فوق والحوش بتاع البيت او الجنينة بتاعة البيت. زي ما انتم شايفين كده دي الجنينة اهي يا حبايبي. وطبعا لما الكراسي كده، وده المنشر اللي انا بنشر عليه حاليا. لسه طبعا ما عملتش حبال علشان طبعا تاخد معايا الملايات والستاير والحاجات الطويلة والحاجات الكبيرة يعني. فزي ما انتم شايفين انا بستخدم المنشر حاليا، ولسه طبعا هعمل طبعا منشر علشان ياخد معايا الحاجات الكبيرة. زي ما انتم شايفين دي البوابة الكبيرة اللي ورا البيت، اللي في البيت من ورا. طبعا احنا عملنا البوابة الكبيرة بوابة تانية يعني على الشارع التاني زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، عشان طبعا ندخل ونطلع منها ويكون ديت على قد دخلة الحشو بس. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي دي الجنينة البسيطة بتاعتي. وهنا بيكون وصلنا معاكم لاخر الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصل لك الشعر بيه. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.